تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتكم برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناقش استكمالا للحلقة السابقة حول مفهوم التعايش الديني بين المكونات الدينية في إريتريا. تتابع معنا في هذه الحلقة على الرقم الظاهر على الشاشة 00447947831417، كما أني باسمكم جميعا أرحب بضيوف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي في الاستوديو معي ها هنا، وفضيلة الشيخ أبو الرشيد نائب الأمين العام لرابطة علماء إريتريا، وكذلك الأستاذ من الديانة المسيحية النصرانية الأستاذ حدقي. فأهلا وسهلا بالجميع. نناقش أيها الأحبة هذه الحلقة بتوجيه بعض التساؤلات لفضيلة الدكتور حسن. أهلا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين والمستمعين. أهلا بك دكتور حسن. نجد أن الإسلام فيما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع الأديان الأخرى بتعامل بمنتهى الرحمة وفي منتهى العدل والمساواة والاعتراف بحقوق الإنسان. هذا تارة، وتارة أخرى نجده يتعامل مع هذه الديانات بمنتهى الشدة والغلظة. على سبيل المثال، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل الأعرابي الذي قال صبأت، كما أنكر النبي عليه السلام بشدة على خالد بن الوليد الذين قالوا صبأنا وكانوا من كفار قريش، ثم قالوا صبأنا أي دخلنا في دينكم، فضرب أعناقهم خالد بن الوليد، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا. كما أنه ذات يوم وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة في إحدى الغزوات فاشتد غضبه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بجاره اليهودي، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أشرس خلق الله في هذا الأرض وبنص القرآن الكريم، ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم في البيع والشراء، بل أن مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون في 30 صاعا لدى يهودي. درع النبي عليه الصلاة والسلام مرهون في 30 صاع لدى يهودي. هذه الصورة الثانية نجده عليه الصلاة والسلام قد ضرب أعناق بني قريظة كلهم، ضرب أعناقهم. جاءت الرواية أن عددهم يتراوح ما بين 200 إلى 900 رجل على اختلاف بين الرواه في المغازي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعناقهم جميعا. ونجده كذلك عليه الصلاة والسلام قد أجلى بني قريظة، بنو قينقاع أجلاهم من المدينة المنورة لأنهم عروا امرأة واحدة من المسلمين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خان بنو النضير وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم أجلاهم بشفاعة عبد الله بن أبي بن سلول من المدينة المنورة. فما الضابط؟ هنا نجد رحمة في منتهى اللين والرحمة والإحسان والبر، وهنا نجد الغلظة. كيف تقرأ ذلك دكتور حسن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأول التحية المشاهدين والتحية لك. وحقيقة هذا سؤال طبعا مهم جدا، وقد يشكل حقيقة على كثير من الناس. ولكن دعنا نؤكد على أن أول الإسلام رسالة الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته ظل محكوما بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعصمه من أن يخالف أمره، ويعصمه من أن يكون على الأقل يخطئ في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وباختصار شديد دعني أقول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الرسالة، مستعصم في تنفيذها. يا سلام. يعني فهو معصوم ومستعصم، حتى نجعل على الأقل المسألة فيها معادلة مهمة جدا، لأن البعض طبعا يشكل عليه هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه أن يمارس خطأ ويقر عليه. وابتداء يعني لا يقره الله تبارك وتعالى. لا يقره الله تبارك وتعالى. وبالتالي كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله هي بالنسبة لنا في دائرة القدوة والأسوة. يبقى السؤال كما تفضلت، كيف بنا أن نقرأ هذه المشاهد؟ إن طبعا بيت من الشعر يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. بمعنى الإنسان عليه أن يضع الورد في مكان الورد، ويضع السيف في مكان السيف، وهذا مقتضى الحكمة. وكل العقلاء يتفقون على أن السيف له مكان وله مقام، والسلام له أيضا مقام. فالعاقل والراشد والحكيم هو من يستخدم السيف في موضعه، ومن يستخدم أيضا السلم والعفو والصفح في موضعه. فيمكن للإنسان أن يعاب عليه لو أنه والله صفح في موضع يستحق فيه الشدة، يعني موطن مثلا يكون فيه قتل، فيه دماء، فيه ضياع أمة وضياع دولة، يتم التساهل فيها وعدم الاكتراث، هنا سيكون معيبا. النقطة الثانية، دعني أؤكد على أن القيم الثابتة اللي تعتبر على الأقل قيم حقيقية تعبر عن مضمون الرسالة حتى نهايتها هي القيم المكية. القيم المكية هذه تعتبر أساس، قيم الصبر، قيم العفو، قيم الصفح، هذه القيم، قيم الفضل والإحسان وكذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه كلها هذه القيم الأساسية التي تأسس عليها الإسلام. هذه ستلاحظ سبحان الله هي مستمرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. هذه أساس بالنسبة لنا. طيب ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى مكة؟ وحصل هنا دخول مرحلة جديدة، وهي مرحلة الدولة. قصدك إلى المدينة المنورة؟ المدينة المنورة دخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة. ولحظة الدولة دخلنا بطبيعة الحال في استخدام القوة. يعني في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ليس لك أن تضرب، ليس لك أن تقتل، ليس لك أن تفعل أي، لأنك أنت لست في سلطة. لست في إيه؟ في سلطة. نعم. طيب انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الآن لبناء دولة. تمام. قبل أن يفعل أي تحرك أسس أولا قضية الدولة على مشروعية وشرعية. يا سلام. بمعنى أن هذه الدولة يجب أن تقوم ابتداء حتى يعرف إيش وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو جبار؟ هل هو مسيطر؟ هل هو منقلب؟ نعم. هل هو فارض نفسه بالقوة؟ فأسس نظامه عليه الصلاة والسلام على قاعدتين: قاعدة الإيمان بالنسبة للمؤمنين، بمعنى ولوه عليه الصلاة والسلام وبايعوه واختاروه أن يكون حاكما عليهم، وقاعدة الوثيقة اللي هي قضية المواطنة لغير المسلمين. يا سلام. فهؤلاء عينوه كما يقال واختاروه: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر. حكموه بعقد الإيمان، وهؤلاء قبلوه بعقد الزعامة السياسية، لأن المدينة غالبها راضي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأسست شرعية الدولة. هنا تبدأ لها منطق جديد. التشريعات هنا سنلاحظ دخل منطق الجهاد، منطق الأمر بالمعروف، منطق الحدود، منطق الغزو الخارجي، منطق على الأقل توسع دولة النبي هذه. هنا دخلنا الآن في منطق مهم جدا، وهنا بطبيعة الحال سيكون طريقة التعامل في حراسة الدولة وحمايتها مختلف تماما عن حالة الدعوة والوضع السلمي والوضع الطبيعي. فستلاحظ بأن كل القضايا التي الآن لاحظت فيها الشدة لها علاقة بأمرين أساسيين. الأمر الأول له علاقة بالظلم والعدوان. يعني الإسلام له حساسية مفرطة إذا كان هنالك ظلم أو كان هنالك عدوان. تمام.
هذا جانب. يعني كل القضايا الآن طبعا صعب أن أفصل، لكن كل القضايا التي ربما وقفت عليه ستلاحظ أن هنالك عنصر عدوان وعنصر ظلم تجاوب معه النبي بما يليق من دفع هذا الضرر. النقطة الثانية لها علاقة بتقويض بنيان الدولة، وأكبر جريمة الآن في كل البلدان هي ما يمكن أن يسمى تقويض النظام الدستوري في البلد. يعني إذا كان قامت مجموعة انقلابية وتم القبض عليها، فإن أقوى العقوبات هي التي تقع على هذا النوع من الجرائم، لأنه يتعلق بماذا؟ يتعلق ببنيان الدولة، وحينها لك أن تتصور سقوط الدولة وسقوط بنيان الدولة. ولو أن بني قريظة بالتحالف مع قريش انتصروا في هذه اللحظة، ماذا كان سيكون مصير المسلمين؟ وبالتالي هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان صارما معهم. لاحظ لما بني النضير كانت حادثتهم أقل بكثير من حادثة بني قريظة، لم يستعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم السيف. الذين فكروا في قتله ولم يقتلوه لم يستخدم معهم أيضا موضوع السيف، فأجلاهم. وهنا طبعا كل ذلك كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بالوثيقة التي تم الاتفاق عليها، وهم نقضوا العهد، وهم نقضوا العهود والمواثيق. وبالتالي هنا ستلاحظ بأنه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم بما يليق في هذه المسألة المحددة. طيب، أشكر الدكتور حسن على هذا البيان. أنتقل الآن إلى شيخنا أبو الرشيد، نجدد ترحيبا بكم. أهلا وسهلا بكم. فيما يتعلق برأيكم، ما هو الدور الذي ينبغي عليه أن يكون علماء الدين، سواء كانوا من المسلمين أو من النصارى، في تعزيز التعايش السلمي بين المكونات الدينية في إريتريا؟ لو تحدثونا ما الدور الذي ينبغي عليه أن يكون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بك وأرحب بالدكتور حسن سلمان وأخونا حدقة، إذا كان موجود. هو موجود الآن؟ موجود معنا الأخ حدقة؟ نعم موجود هو استمعوا إليه. نعم جيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا، يا مرحبا. هذا سؤال عظيم وكبير، وإجابته تحتاج إلى زمن، لكن أولا بالنسبة لرجال الدين المسيحي وعلماء المسلمين، كل واحد منهم رب سبحانه وتعالى يعني في دينه حمله مسؤولية، وهذه المسؤوليات جلها تقع في جانب المعتقد وجانب الأخلاق والمبادئ والقيم. فهذه الجوانب هي الجوانب التي ينبغي أن في الأساس أن يهتموا بغرسها في الإنسان، وخاصة الإنسان الإريتري في حاجة إلى الدين بشكل، لأنه هو تعرض إلى كثير من المشكلات، وبالتالي هو في حاجة إلى الدين. وهذا الدين إذا لم يهذب الإنسان ويزرع فيه الرحمة ويزرع فيه التسامح والتآخي والمحبة، فما أظن أنه في تشريعات في الدنيا بتزرع رحمة ومودة. لا توجد القوانين ضوابط وعقاب، لكن الأديان هي التي تهذب الأخلاق، وهي التي تجعل الإنسان رقيب عليه هو الله جل الله سبحانه وتعالى. أنا سأقف عند هذه النقطة وسأذهب أصلي العشاء وأعود إليكم، وموفقين في الحلقة إن شاء الله. بارك الله فيك أبو الرشيد، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. الأستاذ حدقة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أولا نشكرك على قبولك الدعوة في قناة السلام الإعلامية، وأنت من الديانة النصرانية المسيحية في إريتريا، تمثلهم ها هنا وتتحدث عنهم، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حبايب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشان هذه أول مرة نتلاقي على الهواء أنا وإياكم، يعني لم يكن عندنا معرفة سابقة طبعا. فأنا يعني اسم القديم اسم الأول محمد إدريس حدقة، طبعا من أبناء كرن، فاللي يعرفوني بالاسم هذا.
وأنا اعتنقت المسيحية منذ 30 سنة، وللآن موجود في الإيمان المسيحي طبعا والحمد لله. ف يعني وأنا سعيد أكون معكم في هذا اللقاء، وهذا لقاء طيب الصوت أستاذ حدقي الصوت ضعيف، سنعاود الاتصال بك. الصوت ضعيف حقيقة، سنعاود الاتصال بك إن شاء الله. أعطينا بس فرصة دقيقتين أو ثلاثة. دكتور حسن، الصوت ضعيف، ريثما يعود إلينا الأستاذ حدقي. نحب نناقش قضية مهمة. طيب أنت ذكرت دكتور حسن أن الإسلام لديه مفهوم أو مفاهيم مهمة يحرص عليها، مفهوم العدل أو مفهوم احترام الإنسانية والحرية، وكذلك شديد جدا في مفهوم الظلم والعدوان. وبالتالي وهذه برزت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة. لو تحدثنا اليوم عن أن هذا أو أن هذين المفهومين اللذين أنت الآن أسستهما في آيتي الممتحنة، وما لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والآية الأخرى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. الآية الأولى لو تحدثنا عنها، خاصة لو تحدثنا عنها شخصكم الكريم فيما يتعلق يعني العبارات العظيمة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في التعامل معهم، في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فهنا كلمة الدين، ولم يخرجوكم من دياركم، تمام. أن تبروهم، ذكر البر، أن تبروهم لماذا نص على البر، وتحسنوا إليهم لماذا نص على الإحسان، رغم هناك درجات تعتبر هذه أعلى الدرجات، هناك درجات أقل منها. أن تحسنوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ثم ختم الآية بالإقساط. لو تحدثنا عن هذا دكتور حسن، كيف تقرأ هاتين الآيتين؟ جزاك الله خير. والله يا أخوان لا بد أن يدرك الناس أن المهمة الأساسية للأديان كما تفضل شيخ أبو الرشيد، المهمة الأساسية للأديان هي ضبط بوصلة الإنسان فيما يتعلق بمهمة وجوده في الحياة. أول شيء يخرجك من دائرة الضياع ودائرة اللاغائية، بمعنى إنسان لا غاية له، ودائرة الشهوانية المطلقة للإنسان والله همه في الحياة أن يكون فقط الملذات وكذا، وتتجه بك إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والعمارة في الأرض. هذه القضية الأساسية. وبالتالي كل التشريعات الإسلامية تصف في نهاية المطاف في أن الإنسان كيف يمهد له أمرين: كيف يمهد له أن يعبد الله وأن يكون في هذا الاتجاه ميسر له ما يمكن أن نسميه الآن بكل قضايا الدين وحرية الدين وحرية العقيدة وحرية التعبد، حتى لو كان ضالا، المهم يتاح له أن لا يكون مكرها في هذا الدين، لا إكراه في الدين. الأمر الثاني أن يكون آمنا في داره وفي دياره ووطنه. هذين الأمرين اعتبرهم الآن حتى كل ما يتعلق الآن بالنظم الحقوقية، تلاحظ بأن والله الحقوق الدينية والحقوق السياسية. ففي الوطن على الأقل يكون عندك الحقوق السياسية من استقرار، من نظام سياسي، من تنقل، من حركة، من استفادة من خيرات بلادك وهكذا. إذا مس هذان الأمران فقد حصل انتهاك في الدين وحصل إخراج من الديار. إخراج من الديار مساس بالمنظومة السياسية، حقوقك كلها بعد أن تخرج من ديارك خلاص تظل لغيرك، أرضك لغيرك، نظامك السياسي لا علاقة لك به. وبالتالي الله سبحانه وتعالى كأنما أراد أن يقول لنا والله هاتين المنظومتين هما التي على الأقل على المسلم أن يتشبث بهما. لا ينهاكم الله بعد كده ما دام أنه والله لم يقاتلني في الدين، لم يقاتلني في الدين. أقاطعك الآن. نعم. أستاذ حدقي موجود معنا. أستاذ حدقي أنت معنا الآن، لعل الصوت يكون واضح. أنا سامع شوية بس في شخشخة بس شوية، لكن برضه سامع. سألتني سؤال؟ الآن صوتك واضح. السؤال: كيف ترى يتم التعايش الديني بين المكونات الدينية في إريتريا؟ كيف ترى؟ ما هي رؤيتك وكيف تقرأ؟
طبعا بارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. هذه انا صوتي يرجع لي، لكن معليش بواصل ما في مشكله. صوتي بيرجع لي زي ايكو كده او صدى. طيب الشعب الاريتري من وجهه نظري الشعب الاريتري هو شعب ممتاز، وشعب دائما متعاون مع بعض، عايش بديانتيه المسلمه والمسيحيه من الاول حتى الان. يعني انا ما شايف مشكله بين الشعب، يعني في شعب بينه وبين نفسه. يعني المسلم متعايش مع المسيحي، والمسيحي متعايش مع المسلم. شايف كيف؟ منذ زمن الايطاليين يعني توالي الاستعمارات، الانجليز وهيلي سلاسي ودرجي والى اخره، وحتى الان الشعب متعايش. بس مشكلتنا هي مشكله الاداريه. الو هو استمر اسمعك. مشكلتنا تقول مشكله اداريه، ما هي هذه المشكله؟ استمر. طيب مشكله اداريه، سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، معترف بها او غير معترف بها، مشكلتنا تقع. فالمساله هي التيار اللي عاده بيجي من الخارج، سواء كان من اتجاه السودان، من اتجاه اثيوبيا وغيره، فيقسم الشعب باجزاء. الشعب الاريتري البريء نعم يقسمه، يعني كل تيار عايز له مجموعه معينه من الشعب الاريتري. نعم. وفي النهايه نتيجه الشعب الاريتري يكون مقسم دينيا وقبليا ومحصلين والى اخره. نعم صحيح. اما الشعب الاريتري لو ترك في نفسه، الشعب بذاته ما عنده اي مشكله. صحيح، اتفق يعني معك. نعم صحيح، اتفق معك. نعم، هو تعايش لاكثر من 50 سنه، المسلم والمسيحي تعايشوا لاكثر من 50 سنه، فكلامك صحيح. واصل. طيب بس انا اقول لك حاجه. انا كحدقي في صدى عليه، لكن معلش. انا كحدقي عندي راي. كل واحد عنده راي طبعا، يكون خطا يكون ما خطا، عنده راي انا، وانا ما بخاف من الحقيقه. لو حضراتكم مشايخ انتم ما خايفين من الحقيقه، ممكن انا اقولها. ايوه قولها على الهواء مباشره. نريد الحقيقه استاذ حدقي، قولها هنا بكل حريه وامان. ابشر بالخير. بارك الله فيك، شكرا لك. طيب حبيبي، انا اللي شايفه كده هو يعني اول حاجه المسيحيين كتابيا وثقافيا، يعني عاداتهم وتقاليدهم، هو مجتمع مسالم. هو بغض النظر عن افراد معينين اللي بيطلعوا وبينهبوا وشفتهم مع اخره، واللي كان يجوا من التجراي والى اخره، لكن عاده هو شعب مسالم. والشعب المسلم برضو شعب مسالم، الصوفي، لانه خلفيتنا نحن خلفيه صوفيه طبعا، شعب مسالم. وعشان كده كان يعيش مسالم، ما في واحد يفكر بالسوء اتجاه الاخر، سواء كان مسيحي سواء كان مسلم. وللان عايشين بالطريقه هذه. جميل. بس انا شايف شخصيا، أيوة. المشاكل في الشعب الاريتري بدت عندما اتى يعني المذهب السلفي الوهابي في اريتريا. يعني الشيء اللي حضرناه نحن من سنه 1968 69، عندما دخل المذهب الوهابي من السعوديه، بقت الاسر تنقسم نفسها بنفسها، والجيران والتحجب والى اخره. انا اقول بدا من محل الحباب الى اخره، اصحاب اليمين، وبشكل ده يعني. طيب المذهب السلفي الوهابي الذي انت الان تقول عنه، ما الامور الغير جيده التي اتى بها؟ ما هي الاشياء التي اتى بها في داخل اريتريا المذهب السلفي الوهابي الذي انت تقول جاء من السعوديه؟ يعني سؤالك بيكون ما هي الفوائد ولا ما هي الاسباب؟ لا، ما هي يعني ما هي السلبيات والعوائق، او ما هي يعني خلينا نقول التي اتى بها. ايوه التي اتى بها، بحيث اننا نقول انه هو اتى بالفساد، بالمشكلات. لا هو
هو نعم، هو لم يأتي بالفساد، ولكن يعني جاء بإسلام مختلف غير أليف في المجتمع الأريتري. مثلا والدتنا وغيرهم من النساء كانوا محجبين بطريقة أخرى، اللي هي يقولها لتامت ما نتامت، يعني يعملوا اللويا بيسموه التوب وكده، وهنا المرأة يعني تدخل نفسها على التوب إلى آخره، يعني محشمات ما شاء الله. يعني ويسلم للرجال، والرجال يسمى للنساء والى اخره، وده يخش في ده وده يخش في ده، يعني ما في واحد يفكر في السوء الاخر سواء كان ذكر او انثى ونايده. لكن لما جاء المذهب السلفي، لما جاء يعني فرض حجاب لبنات ونساوينهن، وحتى الاخ الكبير ما يقدر يشوف اخواته ولا امه، وهنا يقول انت راجل خلاص مرة محجبه والى اخره. وكمان انا ما اعرف، يعني اقول الصراحه، يعني هذا مذهب هو يتبع الاسلام المدني وليس المكي، يعني المكي مسالم، اما الاسلام السلفي المدني هو متشدد. فهذه هي اساس المشكله، والمشكله دي بدات من الرابطه الاسلاميه في الاربعينيات زي ما عارفين. انا ما كنت هناك، ما كنت مولود الايام دي. فالرابطه الاسلاميه ما كان لها اي سبب لوجودها في اريتريا، لانه الاحزاب الاخرى كانت يعني وطنيه، سواء كان حبرت او اريتريا الاريتراويان وحاجه بالشكل ده، كان هو كله يخص الوطن، لكن الرابطه الاسلاميه كانت تخص الدين وليس الوطن. طيب جميل. بعد ذاك مشت ورجعت ثاني مع جبهه تحرير اريتريا. جبهه تحرير اريتريا انتهت سنه 81، بعدين رجعت بحركه الاسلام الجهاد الاريتري، ومشت وكده ويعني وكسبت ناس كثيره، وكل الناس اللي يكونوا منضموا فيها يعني بقوا سلفيين، وبقوا يعني تقريبا عندهم شويه اعداء للناس المسلمين الصوفيين والمسيحيين بصفه خاصه. طيب حدقة الان استمعنا اليك وانت تنتقد بعض المذهب السلفي الذي جاءنا مما جاءنا فيه على كل حال داخل اريتريا، وكذلك فيما يتعلق بالرابطه الاسلاميه انت تقول لم تكن لها اي سبب، لا ينبغي لها ان تسمع الرد ان شاء الله من الدكتور حسن سلمى. لكن اريد ان اسالك، باعتبارك انت تمثل الديانه النصرانيه، بعض النصارى عندهم تخوف في انه لو حكم اريتريا اليوم انسان مسلم بانه سيقوم بالقضاء على النصارى وعلى المسيحيين، وهذا سمعناه كثيرا في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، أنت كيف ترى هذا؟ طيب سؤال ممتاز وسؤال في محله طبعا. صورة أنا لما يعمل صدى بفتكر واحد يتكلم معي، صورة أنا آسف. أنا بشوف كالآتي، يعني نحن لو رجعنا للتاريخ الإسلامي، أنا ما حأكرر اللي قاله الشيخ لما جاء النبي، يعني مشى الهجرة للمدينة وهنا ده، يعني حياته في المدينة مش كان حياة مسالمة، حرب وغزوات وإلى آخره. فكل من يتبع هذه الخطوات ما حيكون له سلام في أريتريا وفي خارج أريتريا. ولكن لو حصل تنازل من المذهب هذا وتخفيف التشدد، وبيكون يعني ملائم ومائل للقرآن المكي، بيكون في تعايش بيننا. لا الآن هم بالقرآن يعني إخواننا النصارى هم لا يتكلمون في من يأتي مثلا يريد أن يحكم الشريعة أو يريد لا تحكيم الشريعة الآن وكون يأتي بهذا، هناك حقيقة فيها غير مؤهلة لا يوجد الآن. لكن الآن المحتمل أن يأتي رجل مسلم علماني يحكم بالديمقراطية، يحكم بالعلمانية، يحكم بالماركسية. هذا غير مرغوب من النصارى. من بعض النصارى يقولون لا نريد حتى هذا، لا نريده، هو سيأتي ويضرب أعناق النصارى. كيف ترى في هذا؟ نحن لا نتكلم في موضوع أنه سيحكم بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، دعنا من هذا، لكن هذا الذي سيحكم بالديمقراطية والديمقراطية والمذاهب المعاصرة اليوم، كيف ترى؟ طيب كويس. أول حاجة في تخلف
في تخلف مركب في الناس كبسة ديل او المتحدثين باللغه التقنيه، يعني في تخلف بصفه عامه، حتى المسلمين في تخلف، لكن تخلف اكثر في كبسه. فما عارف يكون هم عندهم اسباب لذلك، لانه العلماني اليوم اللي ممكن يقود البلد بالسلام، لانه ما ينتمي لاي ديانه وما عنده اي ميول. وبالنسبه للاخلاقيات لو الناس عايزه تفسد، سواء كان مسلم سواء كان مسيحي، لو عايز فساد يفسد قدامه، ولو بقى انسان طيب حيكون انسان طيب. اما بالنسبه للاداره، اداره البلد، حكومه البلد لازم تكون حكومه عنوانيه. واما اللي يرفض الكلام ده بيكون ممكن عنده تخلف شويه، انا اقول تخلف اجتماعي وتخلف تعليمي كده شويه. طيب جميل، انا بس اريد رايك، هل انت توافق الذين يقولون بأن لا نقبل أي حاكم سواء كان حكم بالديمقراطية أو الماركسية ما دام هو مسلم فهو مرفوض عندنا؟ هل أنت توافق على هذا الرأي؟ لا 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 لا، المسلم مش جنسية. المسلم أنا ما بوافق، المسلم مش جنسية. ممتاز. المسلم عقيدة هي شايف كيف؟ عقيدة هي. بس أنا أقول لك يعني تقول الجبهة الشعبية تأسست في الساحل زي ما نحن كنا عارفين، والساحل هو يعني مجتمع مسلم. جميل. يعني أغلب الجيش والمسؤولين هنا كانوا مسلمين يعني، ولكن طيب. كانوا مسلمين عنوانيين. طيب أستاذ حدقي، عنوانيين. جميل. أستاذ حدقي، هناك أيضا سؤال مهم يطرح نفسه بالنسبة إريتريا من مكوناتها المسلم والمسيحي. بعض المسيحيين يقولون لا مكانة للمسلمين في إريتريا، كيف تقرأ هذا القول؟ لا، هذا خطأ. أنا بالنسبة لي هذا خطأ. وحتى في بعض المسلمين بيقولوا لا مكان للمسيحيين، نفس الشيء، وهم كمان يقولوا نفس الشيء. هذا أكثر شيء كلام التواصل الاجتماعي، لكن في الواقع يعني شيء مختلف شوية كده. يعني في الواقع الداخل أحسن من التواصل الاجتماعي. طيب، أشكرك أستاذ حدقي على هذه الإيضاحات وعلى هذه. ابقى معنا، سنحتاجك إن شاء الله إلى نهاية الحلقة. نتوجه الآن للدكتور حسن. دكتور حسن، استمعت إلى آراء وانتقادات الأستاذ حدقي في ما طرحه في الجانب الإداري، وكذلك ما طرحه في الجانب المذهبي. يقول أن الشعب الإريتري تعايش في إريتريا بين المسيحي والنصراني إلى أن أتت السلفية الوهابية. نعم، وغيروا بعض المذاهب، فأتوا بالحجاب الذي لم نكن نعهده، وأتوا ببعض الأخلاقيات وفصلوا الناس وكذا. كيف ترد على هذا؟ على كل أنا أول اتفق معه في الشق الأول فيما يتعلق بأن الشعب الإريتري كشعب لو ترك بعيدا عن مؤثرات الخارجية هو شعب مسالم ومتعايش. وربما نحن بالذات يعني بما أنه هو ابن كرن، يعني أنا طبعا لي وجدان خاص تجاه كرن، وأشكر حقيقة على دخوله معنا في هذه الحلقة ليضيف حقيقة على الأقل إضافة مهمة جدا تعبر عن رأي الآخر على الأقل يعني، وإن شاء الله يتواصل معنا في المستقبل كذلك. جميل. فيما يتعلق بالشعب الإريتري حقيقة تاريخيا فعلا شعب مسالم، شعب متعايش في كثير من المناطق. الاختلاف الديني لم يكن يؤدي إلى حالة من الاحتراب على الأقل بالحالة الدينية، ولكن سبحان الله كلما دخلت العوامل الخارجية سياسيا كانت هي المؤثرة. أنا لا أتفق معه في أن العوامل الدينية كانت هي المؤثرة. يعني مثلا في مناطق المسلمين، وربما هو الآن واحد من المناطق اللي كان مناطق مسلمة نشأت فيها مذاهب من غير المسلمين. يعني عندنا في مناطق البلين، مناطق المنسى، هذه مناطق نشأت فيها على الأقل المسيحية خلافا حالة الأرثوذكس، وبالتالي نشأت مذاهب تعتبر الآن كاثوليك وبروتستان، وفي مناطق على الأقل بيئة إسلامية. ومع ذلك المجتمع المسلم ظل موجود، لم تشكل حالة على الأقل حالة احتراب، بل كان الناس ينظر إلى أنه والله أبناء قبيلة واحدة، هذا مسلم وهذا غير مسلم، وبرمجوا نفسهم بعد ذلك في قضايا الطعام والشراب والأكل على الأقل بشكل معين. وبالتالي أنا ما أميل كثير إلى أنه والله نحن نحمل الحالة الموجودة في إريتريا إلى أنه والله في مذهب دخل على الخط. يعني ربما تشكل إشكالية داخل مكون المسلم، يعني ممكن داخل مكون المسلم يكون في
أخذ ورد، والناس تقبل المذهب الوهابي ما تقبل المذهب الوهابي، لكن أنا في تقديري ما تشكل لنا مشكلة تسمى مشكلة دينية. لاحظت؟ ما تشكل مشكلة دينية بمعنى يعني صحيح، هل المذهب يعني بمعنى السلفي مشكلة طائفية ما بتتشكل. أي نعم. ما بتشكل. النقطة الثانية، اليوم على الأقل المذهب السلفي في فترة الأربعينات والخمسينات والبدايات ربما كثير من الناس ربما كان في توجس من هذه الحالة تحت مسمى الوهابية والخامسية والقصة هذه المعروفة، لكن مع طول الزمن صارت الحالة هذه الآن تكاد تشكل على الأقل المزاج الإسلامي العام، والمسلمين الآن لم يعودوا أصلا في مشكلة مع هذا الاتجاه. يعني حتى الحالة الصوفية اليوم لما تنظر إليها في إريتريا لم تكن مشكلتها حاليا على الأقل في إطار المطالبات الدينية، لم تكن مشكلتها في أنه والله تعاني من مذهب وهابي أو تعاني من مذهب خامسي، لا، مشكلتها الرئيسية الآن أنها تريد المساواة مع الطرف الآخر دينيا. لاحظت؟ وبالتالي أنا أقول حتى ينقل النقاش إلى ساحته الحقيقية إنه والله المشكلة الرئيسية ليست بين مذاهب إسلامية أو مذاهب مسيحية، ما نفس الشيء الأرثوذكس الآن مثلا عند الأطراف الأخرى يعتبروا نفسهم طاغين مثلا. طيب أيضا هو ذكر أن الرابطة الإسلامية التي تأسست قديما قبل 40 سنة أو 50 سنة لم يكن لها داعي. لا، ليس صحيحا. هي إذا أردنا أن نتكلم عن المشروع الوطني الإريتري بذرته أساسا هي بذرة الرابطة الإسلامية، ولا يعيب عليها في ذلك الوقت على الأقل قضية المسمى، بما أن مشروعها على الأقل كان مشروعا وطنيا وهو مشروع الاستقلال. يعني لم تطرح في تلك اللحظة قضايا حاكمية الشريعة والإسلام، لم تطرح، بقدر ما كانت تطرح المشروع اللي هو يعبر عن الحالة الوطنية وهي الاستقلال، في مقابل مشروع الاندنات اللي هو الانضمام. وكانت بعد ذلك تحولت من رابطة إسلامية إلى حالة من كتلة سميت بعد ذلك بالكتلة الاستقلالية، كان الرابطة تشكل فيها المساحة الأكبر. وبالتالي حقيقة قضية الداعي أنا أقول على الأقل ميلاد المشروع الوطني الإريتري تعتبر بذرته تقريبا في هل تسلم له لفظ وصف السلفية بالوهابية؟ يعني هذا اللفظ هل ممكن نقبله؟ على كل هذا يطلق على من خصوم، يعني ليس صحيحا. يعني ما في اليوم على الأقل جهة معتبرة تسمي نفسها، على الأقل حتى هي من الألقاب أكثر منها من التسميات الحقيقية. ليست جهة معترفة بها؟ ليس، لا جهة ليست. طيب حتى في بلدها طيب. على الأقل الناس يعتبروا الآن السعودية منبع الحركة الوهابية، ما في شيء اسمه وهابية. نعم. طيب جميل دكتور حسن، باعتبار نحن الآن إذا يعني تقرر حكم الديمقراطية في إريتريا، هل للحكومة أو لغيرها أن تتدخل في مذاهب الناس، فنقول أنتم يا سلفية ويا وهابية ليس لكم مكانة في إريتريا، وأنتم يا صوفية لكم مكانة في إريتريا، أنتم يا مسيحية الأرثوذكس ليس لكم مكانة؟ هل هذا ممكن يكون في المذهب الديمقراطي؟ على كل قضية حرية الأديان وحرية العقيدة وحرية المذاهب الدينية من القضايا المقرر الآن في كل القوانين الدولية، أنه لا مساس بالمعتقد الخاص بالإنسان. لا مساس يعني يفترض لا في نظام ديمقراطي ولا في غيره من الأنظمة يفترض أصلا الشأن العقدي والشأن الخاص بالإنسان هو والله يريد أن يعبد الله بشكل، فيريد أن يعبد الله بمذهب معين، يريد أن يختار حال. حتى في الدولة الإسلامية لا يحق لها كدولة سلطان المسلمين لا يحق له أن يفرض مذهب ويحارب بقية المذاهب. لا إكراه في الدين. وبالتالي هو فقط مهمته حتى في إطار السلطان الإسلامي أن يختار في مواطن الخلاف اختيار معين. طيب دكتور حسن الآن سننتقل إن شاء الله في دقائق معدودات، أبو رشيد معنا وقد عاد، لكن أريد أن هذه الجزئية بالذات كيف نحكم على الإسلام؟ هل نحكم عليه من خلال بعض تصرفات المنتمين إليه، أو من خلال الكتاب والسنة أو المصادر التشريعية؟ هذه النقطة مهمة. نعم. فما قولك في هذا وما رأيك؟ بطبيعة الحال الأصل في الحكم على كل الأديان والأفكار المنظومة التي تسمى المنظومة العقائدية والفكرية ابتداء. السلوك له أثر بطبيعة الحال، لكن ابتداء حاكم أنت كل النظم حاكمها إلى أفكارها وأصولها ووثائقها. والآن طبعا جزاه الله حدا يتكلم عن قضية الحالة المكية مثلا، هي بطبيعة الحال بالنسبة لنا الحالة المكية هي أصلا بني عليها الوضع المدني. يعني كما يقول الإمام الشاطبي ما تأصل في المرحلة المكية تفرع في المرحلة المدنية، فما كان أمرا بالمعروف في المرحلة المكية تحول إلى جهاد في المرحلة المدنية، وما كان
إنفاقا عفوا وصدقات مفتوحة في المرحلة المكية تحول إلى زكاة بالمقادير في جميل. المرحلة وهكذا. جميل. وبالتالي هي منظومة القيم هي التي نحكم عليه. وحتى في التاريخ المسيحي الآن نعرف نحن أن المسيح عليه السلام مثلا كانت رسالته رسالة جمال ورسالة تسامح ورسالة عفو. هل ما انتهت إليه بعد ذلك في أوروبا وفي تعامل من القتل الحالة وسفك من الدماء قتل هذه نستطيع أن نقول والله هي التي جاء بها عيسى؟ لا يمكن. لا يمكن صحيح. ذلك. نعم. طيب شيخ أبو الرشيد، مرحبا، أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا. طرح أخونا حدقي مسألة مهمة، وهي أن بعض المسلمين يقولون لا مكانة للمسيحيين في إريتريا، وأن بعضهم يقول إذا تمكن المسلم فلن يترك مجالا للمسيحية. كيف تقرأ هذا وكيف ترد على هذا؟ هل هذا صحيح؟ وهل هناك من المسلمين من يقول ذلك؟ وهل توافق على هذا شيخ أبو الرشيد؟ أشكر الأستاذ حدقة، وأتمنى أن يكون ناقلا وليس معتقدا بهذا الفهم. وأتوقع ذلك، يعني هو أرجو أن لا يكون مقتنع بأن هذا ربما ممكن أن يتصور هو ولو لدرجة محدودة أنه ممكن أن إنسان مسلم ممكن أن يصدر منه شيء كهذا. وأعتقد الأستاذ حدقة أو غيره لو قام بجولة بسيطة على الحضارة الإسلامية تماما لتبدد عنده مثل هذا المفهوم. فأغلب الكنائس القائمة في الوطن الإسلامي قامت في ظل الحضارة الإسلامية. اليوم أنت تدخل دمشق وتدخل بيروت وتدخل بغداد وتدخل القاهرة وتدخل أسمرة والخرطوم وجميع حواضر العالم الإسلامي، وتجد المآذن بجانب الصلبان تمتشق في رأس وهامات هذه المدن والعواصم. بينما نحن يمكن هنا الآن في أوروبا بنجد صعوبة كبيرة جدا في إنشاء المآذن ورفع الأذان وغيرها، ولكن تجد في العالم الإسلامي أنت يمكن تكون نائم في أي حي من أحياء القاهرة وتوقظك أجراس الكنيسة وفي غيرها. وهذه يعني في البلاد التي طغى فيها الإسلام وسادت وأصبحت تعرف دولة مسلمة. فهذا الشيء لو قليلا الإنسان يمكن توقف سيجد التاريخ العملي والواقع الحياتي إلى يومنا هذا يبدد تماما هذا المفهوم. وعندنا يعني الكنائس في أسمرة كما هو معلوم بنيت بجوار المساجد، ولم نسمع يوما في تاريخ إريتريا أن مسلما عاديا دعك من إنسان عالم أو شيخ يعني يعترض على وجود كنيسة أو بناء كنيسة أو المسيح أن يتعبد بدينه. على الأقل فيما أعلمه من تاريخ إريتريا لا يوجد مثل هذا قط، لا في المصادر، لا في التاريخ، لا في كتب الاستعمار، لا في الكتب الوطنية، ولا في أي موقف من المواقف. والتاريخ هو الحاكم والمواقف هي اللي تحكم أكثر من الادعاء. ربما يكون هناك ادعاء وكلام، ولكن الواقع العملي وليس واقع يوم يومين أو ثلاثة، ولكن هذا واقع ل 1400 سنة. الإسلام يحترم خصوصية الآخرين ولا يكره الناس على دينهم. وكان دعني أقاطعك أبو الرشيد، شيخنا أبو الرشيد، دعني أقاطعك. الحقيقة فيما يتعلق بإيثار هذا الموضوع وهو التعايش السلمي الديني في إريتريا وتكراره حقيقة في مثل هذه الندوات، وكذلك في السوشيال ميديا في الفيسبوك وغيره يتم طرحه كثيرا. ما السبب في ذلك؟ ما السبب؟ هل يعني لماذا هذا التخوف من المسيحية والنصرانية تجاه هذا الموضوع؟ لماذا نثير هذه القضية يعني في حين أن الشعب الإريتري تعايش لأكثر من 50 سنة ويعني وتسالم وبنى حقيقة إريتريا، وحصل ما حصل فيها من التسلسل التاريخي عبر يعني الاستعمار الإيطالي الإنجليزي إلى آخره، لكن لم تكن هناك حقيقة، لم نسمع. أنا في سن الآن 51 سنة لم أسمع أنه ثمت حرب طائفية بين مكونات النصارى الإريترية
وكذلك المسلمين. ما سمعت بهذا، لماذا هذا التخوف اليوم وإثارته بيكون في كل مرة بهذا الاهتمام؟ كيف تقرأ ذلك؟ الأسباب قد تكون متعددة، ولكن يمكن أنتم تذكرون جميعا مثلا أن الحروب الصليبية كانت صراع على نفوذ أكثر منها أن تكون مثلا مسألة عقائدية. فلا يوجد في الدين المسيحي بداءة يعني هكذا أن الدين يأمر بقتل كما أن الإسلام ينهى حتى عن الإساءة للبهائم وقتل الناس بغير حق. فالصراع هناك في صراعات بتحدث كانت، ولكن هذه الصراعات أسبابها ليست دينية يعني في الغالب، وكانت لها أسباب. فأنا أعطيك مثلا حتى لا نتشعب في التاريخ. أنتم معي يا أخوة؟ معك، نسمعك وبكل اهتمام. نعم. فمثلا نسمعك. حتى لا نتشعب في التاريخ، يعني ما الذي جعل مثلا المسيحي الأريتري يتشكك مثلا على أخيه المسلم أحيانا؟ فإذا جلست معه والله يا أخي نحن أحمد قرة هاجم المسيحيين في القرن الإفريقي، وتركيا احتلت أريتريا وفعلت كذا، وهذا الشيء لا أحمد قرة أريتري ولا تركيا أريتريين. فهو يذهب ويستدعي حوادث تاريخية ربما لأناس قد يكون تضرر منهم المسلم والمسيحي، وقد يكون هذا كان نحن به دخل. لماذا مثلا القس ديمتروس في أيام الأربعينات لماذا رفض أن يعمد النصارى إذا لم يعني يتبعوا، إذا لم يوافقوا في حزب اندنت والانضمام إلى إثيوبيا؟ هذا مواقف سياسية وليست مواقف من انطلاق ديني. هذه الأشياء عادة إما أن تكون تغذيها قضايا اقتصادية أو قضايا طلب للسلطة والصراع، لكننا لو جئنا لجوهر الدين حقيقة يظل الدين أنقى وأنظف من هذا الجانب. لذلك الشباب هو اليوم في السوشيال ميديا وهذه الأشياء هي يعني ما هذا الشباب تربى فيه نوع من الصراع السياسي. فمثلا الشاب المسيحي الذي كان يعتقد عندما وصل السياسة فرق إلى السلطة أنه دانت له الأمور وأصبحت هناك دولة لأبناء المسيحيين في أريتريا وأنه سينعم بهذه الدولة وسينصر دينه، هذا الشاب لما خذله النظام وأصبح محبط ووجد أن هذا مجرد ادعاء وأن هذا الوطن لا يمكن أن يعتمد على مذهب واحد وعلى دين واحد، وجد نفسه في أزمة، وهذه الأزمة اليوم يخرجها على إخوانه. أيضا الشاب المسلم الذي وجد نفسه اليوم دولة تتشكل من 95% وأكثر من عنصر واحد وربما من منطقة واحدة في إريتريا، هذا الشيء أيضا أصاب إحباط الشباب الإريتري، ورأى أن حقوقه منزوعة وأنه خارج الدائرة، وأنه بسبب أنه يعني يحمل شهادات عربية ويتكلم اللغة العربية وربما يدين بالدين الإسلامي، بهذا السبب وجهت إليه الضربات من الاعتقالات والإقصاء وعودة اللاجئين وغير ذلك. كل هذه المواقف هي التي تغذي عن هذا، وعلينا نحن حملة الدين علينا أن نحاول أن ندعو شعبنا إلى أن لا يقف عند نتوءات التاريخ وعند المحطات والأزمات الكبيرة، وكذلك أن لا نجعل من القبائح والمشكلات عنوانا لتعايشنا، ولكننا نركز في الجوانب الإيجابية في مجتمعنا. أنا أعتقد هو جميل هذا جدا. طيب رسالتك للشعب الإريتري في 30 ثانية أبو رشيد، أوشك الوقت أن يداهمنا. رسالتك حقيقة هو بلد يتشرف بهذا التعايش، وإن كان الآن يواجه أزمة. هذه الأزمة ليست فقط بين المسلمين والمسيحيين، يبدو أن أبو رشيد لا يسمعني عندما اعتقدوا خارج مثل الجهوفا. أبو رشيد يبدو أنه لا يسمعني. كثير من التعذيب والإشكالات لمجرد اعتقاد شيخنا أبو رشيد عما هو مألوف عند النصرانية. أعتذر منك، انتهى الوقت، أعتذر منك. الأستاذ حدقه، نريد منك حقيقة كلمة للشعب الإريتري بمكونيه المسيحي والمسلم في 30 ثانية، رسالة ماذا تريد أن تقول له في جانب التعايش السلمي وخصوصا للشباب؟ بارك الله فيكم. أول حاجة الشعب الأريتري ما لازم يسمع لما يقال باللغة التقنية ولا التقري ولا اللغة العربية ولا الإنجليزية في التواصل الاجتماعي، لأنه في ناس كذبة وفي ناس عندهم أهدافهم خاصة عايزين يشوش الشعب الأريتري. لا ما ندري.
الو أي واصل. الو بعدين ايوه النقطة الثانية الشعب الاريتري لازم يعمل تنازل قبلي وعنصري لو كان اشكاليات في حاجة دي، لانه الشعب الاريتري ثقافيا منقسم، الثقافة العربية والثقافة الافريقية، فلازم كمان الشعب الاريتري زي ما زمان يتفادى المسائل هذه ويكون متعاون، ما يكون عنده اي عداوه في قلبه. واحسن شيء نحن يكون لنا حكومه ديمقراطيه عشان تتفادى كل المشاكل والاختلافات هذه وتبنى لنا حكومه ديمقراطيه عادله. شكرا الأستاذ حدقة على هذه المداخلة الطيبة والنصائح الجميلة للشعب الإريتري. دكتور حسن، معك دقيقتان. نريد خلاصة ما تناقشنا حوله في هذه القضية وما تناولناه حقيقة من قضايا كثيرة، رسالة تبديها للمكونين، الشعب الإريتري المسلم والمسيحي وجميع المكونات الموجودة. حقيقة نحن دائما ما نؤكد في هذه المنصة من خلال اسمها أنها هي رسالة سلام ودعوة للسلام. وأول خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة المنورة كان أول شيء هي قضية أفشوا السلام. نعم. وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. فمسألة السلام سبحان الله هي التي تؤدي إلى أن يعبد الناس ربهم بشكل صحيح، وهي التي تجعلهم على الأقل يستفيدون من خيرات بلادهم بشكل أيضا صحيح، ويحققوا منطق الاستخلاف والعمران في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن يكونوا خلفاء في الأرض. وهذا الاستخلاف ما يشوش عليه هو نفس ما سأل عنه الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ حيثما وجد الفساد في الأرض ووجد سفك الدماء يعني تخلف الاستخلاف وتخلف العمران، وبالتالي يعني يؤدي ذلك إلى عدم على الأقل العيش المستقر، الحياة المستقرة بالنسبة للإسلام. بالنسبة لنا على الأقل في الرسالات كلها تقريبا هنالك ما نسميه الآن على الأقل في الوصايا العشرة، في رسالة موسى عليه السلام، في رسالة عيسى عليه السلام، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العشرة سبحان الله الوصايا التي يسمونها الآن بالوصايا العشر، هذه ستلاحظ بأنها هي عبارة عن القاسم المشترك الذي إذا تعايشت به الأديان على الأقل في حياتها العامة، لأن أصلا الحكم النهائي في الأديان هو إلى الله. جميل. رسالتكم لعلماء المسلمين؟ علماء المسلمين عليهم أن يبينوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتاب، لتبينونه للناس ولا تكتمونه. عليهم البيان الصحيح، عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عليهم إزالة الشبهات التي تعلق بهذه الرسالة العظيمة. وأنا حقيقة في هذا الاتجاه يمكن يشغلني كثيرا أننا أحيانا نحجب هذه الرسالة نتيجة الصراع. يعني الطرف الآخر كثيرا ما يعني هذه الرسالة السامية، الرسالة الجميلة، الرسالة السمحة التي تدعو إلى الحق تدعو إلى دين الحق وإلى الهدى، يحصل عليها التشويش بالصراعات التي ذكرت، صراعات سياسية، صراعات مذهبية. رسالتكم للقساوسة؟ تعالوا نقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي نفي السيطرة والاستعلاء على بعضنا البعض، وأن نجلس على مائدة واحدة للحوار. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجادل بعضنا بعضا بالحسنى، ونبني هذا الوطن الذي هو في نهاية المطاف منافعه لنا جميعا، خيراته لنا جميعا، فلنعمل أيضا على أن نبنيه جميعا حتى نستفيد منه. وكذلك هنالك مخاطر عظيمة جدا تتهددنا جميعا. هذه المخاطر ما لم نقف إليها بشكل صحيح فأعتقد أننا سنكون مخطئين. أعزائي المشاهدين، أصالة عن نفسي ونيابة عنكم نتوجه بالشكر الجزيل لضيوف الحلقة دكتور حسن سلمان في الاستوديو، والأستاذ حدقة، وكذلك أبو الرشيد خارج الاستوديو. أتقدم إليهم جميعا بالشكر الجزيل، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا